ومعانا مسؤول الاحتراف في الدوري الاصلي. لو سمحت، المشاهدين بيسالوا ايه مستوى الاحتراف عندنا؟ الدوري بتاعنا مليان محترفين من اول غانا لغايه توجو وسيراليون. وبعدين ايه هو الغرض من الاحتراف اصلا؟ مش انه يرفع من مستوى اللعيبه؟ طبعا. احنا بقى بنجيب لعيبه واقعه يشدوا حيلهم شويه وهوب نبيعهم بسعر الدبل للانديه بره بعد ما نسقعهم. كلام عالمي. يبقى نسقع بيبسي طول الدوري. شد اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. معانا منظم الدوري الاصلي. عايزين نعرف ايه مشكله عدم انتظام جدول الدوري. شوف، بره الدوري بيبدأ في شهر تقريبا وبيخلص في نفس الوقت، بس المشكلة انك بتبقى عارف ترتيب المباريات طب فين المتعة والإثارة؟ مفيش. عندنا بقى في الدوري بتاعنا تفضل تسأل نفسك طول السنة، هو الماتش النهارده ولا يوم وهنلعب مع بتاع ولا منتهى الإثارة. انت كنت عايز يعني هنمسك الدوري طول البيبسي في ستوب. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. معانا رئيس لجنة التحكيم في الدوري الأصلي. المتابعين بيسألوا عن مشاكل التحكيم عندنا. ما هو كله ساب كل حاجة في الكرة ومسك في التحكيم. معروف ان غلطات التحكيم هي اللي بتدي للكرة طعم. ايه يعني لما اوت تتحسب كرة ولا اوفسايد تتحسب جون؟ ده اسمه نصيب. وبعدين احنا بناخد ملاليم. ثانك يو. الحكام بتوعنا دول ابطال، بس احنا ما بنديهمش حقهم. تمام. يعني نديها بيبسي طول الدوري. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. النهارده معانا مسؤول امن الدوري الاصلي. كنا عايزين نسال سيادتك، الناس بتشتكي من العقبات الامنيه اللي بتقابلها داخل الاستاد. عقبات؟ ايوه. المشاكل اللي بتقابل الناس في الدخول ده لمصلحتهم عشان يحسوا بقيمة الماتش. فعلا. انت فاكر كل حاجة سهلة؟ لا. هات لي الواد اللي بينط هناك ده. حاضر. وهريحك. ايوه. كل الناس بما فيهم انت فاكرين الماتش هيتلعب فين؟ هنا. لا. هنا. تمويه. خدعه. روقوه. ده هيموت. يعني نروق مع بيبسي طول الدوري. بقول لحضرتك ايه، مين ده ميكي. لتفرقة الجماهير. عشان كده. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص. البنات بيشتكوا بان الدوري الاصلي بيتعرض في وقت المسلسل التركي. ده شيء بيضايقك؟ هو بصراحه مهند بيوحشني، بس بيني وبينك ماتشات الدوري بتمثلي الحريه المطلقه. لان بابا وانا نازله ما بيسالش فيا، ولو اتاخرت بره ما بيتصلش بيا، حتى لما برجع ما بيحسش بيا. وبعدين ما المسلسل بيتعاد تاني الساعه 1 بالليل ابقى افتحه ساعتها. يعني نفتح بيبسي طول الدوري. مين اللي جري ده؟ ده ابن خالتي. خالتك؟ خد تعال. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. الناس بتشتكي من مضايقات موبايلهم بعد خسارة فرقهم. الكلام ده صحيح؟ مضايقات ابدا خالص، بالعكس ده هزار لطيف، هزار لذيذ. يعني انا طول السيزون طول ما الفرقه بتكسب ما فيش حد بيعبرني برنه خالص. استنى بس نخسر والانبوكس على الموبايل يتملي على الاخر. انا عندي 3 موبايلات في البيت قافلهم وما بفتحهمش الا لما بنخسر. يعني نفتح بيبسي طول الدوري. الحق هزار لذيذ. حلو قوي يا كابتن. الله انا اتبسطت. جميل قوي. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. معانا خبير نقل المباريات. اعلى يا ابني. عايزين نطمن المشاهدين على ازمه البث. هو كل واحد عنده مشكله هيقول لي في ازمه بس؟ ما طول عمرنا والدوري بتاعنا بيتعرض على التلفزيون يا ابني. اعلى فوق. ولو ما جاش وايه يعني؟ الاستاد احلى واحلى. ولو عايز تسمع صوت المذيع عندك كل اللي في الاستاد بيعلقوا وعارفين كل حاجه. يا جماعه نمسك اعصابنا. يعني نمسك بيبسي طول الدوري. حول ولا قوه الا بالله. كان هيبس. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. النهارده معانا رئيس هيئه ملاعب الدوري الاصلي. المشاهدين بيسالوا ايه اخبار الملاعب عندنا. انا عارف ان الناس بتشتكي من النجيله والنقر. تعرف ان النقر دي هي اللي بتعمل الاثاره في الماتش. يا سلام. طبعا ده تمرين للعيبه. الكره تبقى جايه لك كده تيجي كده. امال احنا بناخد كاس افريقيا ازاي؟ احنا بالنقر. يا ريت نفتح مخنا شويه يا جماعه. يبقى نفتح بيبسي طول الدوري. هي الناس اللي ورا دي بتعمل ايه؟ بتركب الغاز. اعملي نقره هنا يا ابني. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان. ومعانا احد مشجعي انديه الدوري الاصلي. المشجعين بيشتكوا من حاله المدرجات هي الناس عايزه المدرجات تبقى عامله ازاي؟ كراسي جلد مثلا. ليه؟ هي الناس جايه تنام، الناس جايه تشجع. المفروض المدرجات دي تبقى طوب بلاستيك مكسر، تيجي تقعد هوب كده. ايوه. بعدين التشجيع ده ينزل الملعب كله. هو ده الكلام. هو ده اللي مخلي الدوري ليه طاعه. وبعدين يا عم يعني نعنش مع بيبسي طول الدوري. اديها. هدولة. ايوه. هدولة. اشرب بيبسي طول الدوري وبص على النص المليان.